عندي 4 أولاد. ابتديت دراسة في مريم رقم 3. كنت أعمل إيه؟ أروح أمتحن حقوق، أنا خريجة سياحة وفنادق، وعشان بقى أحضر دراسات شرعية، ما أنا مش أزهرية، فأحضر دراسات شرعية. فأحضر الدراسات الشرعية يقولوا لي إيه، روحي إيه تكوني خريجة حقوق واعملي شريعة إسلامية وهكذا. رحت، فكنت بدرس حقوق في شهر 5، امتحان القراءات في أول 7، وامتحان دور تاني إعداد دعاء، لأن ما بخشش الدور الأول، بيبقى عندي في آخر 7، وآخر 27/8 كنت بامتحن التمهيدي. كنت واخدة دراسات إسلامية 4 سنين دمجهم في 2 سنين، وكان معايا 3 أولاد، وما جاتش فاء كملت الحاجة. كنت أروح وأخد أولادي ونروح نحضر فين يا ولاد، ده في قالوا علم جديد ظاهر، مش عارفة اسمه علم الإدارة إيه، والتمتحان ونروح نرجعوا عند بالقطر مثلا الساعة 11:30 بالليل، معايا الأولاد معايا بقى وإيه، بس كنا بنعمل كل وسائل التربية واحنا رايحين واحنا جايين. افتكر انه ما كانوا يضحكوا عليا، هو بعد ما شاب ودوك كتاب، قلت لها اطلبوا العلم لو شوفي من المهد لله، ان شاء الله عندي 90 سنة طالما حاجة جديدة. الناس دلوقتي تستغرب، انت جاية تحضري لنا؟ قلت لهم مش بتقولي حاجة جديدة، مش بتتكلمي حاجة عن الله عز وجل، اسمع. وزي ما النبي عليه السلام راح سيدنا عبد الله بن مسعود وقال له ايه، قال له اقرأ علي، احب ان اسمعه من غيري. ما فيش حاجة اسمها ابقى نجم، حتى لو النجم ماشي وبعدين بعد ما غير مكانه، اللي احنا بنشوفه في السماء ده مش مكان النجم ده، بعد ما مشي ساب مكانه مضيء بقى، هو خد مكان تاني، بس عبال احنا ما بنشوفوش وهو بيتحرك سريع جدا. لكن الضوء اللي احنا بنشوفه فوق في السماء ده بعد ما اتحرك مكان الضوء بتاعه. انت فين؟ اثرك ايه؟